فهد بجانبي عبد الكريم الجاسر المتحدث الرسمي بنادي الهلال. ابو يزيد نقول لك مساء الخير مع الاجواء البارده بس انت متدفي ما شاء الله. ببدا من اول ثنيان المقبل وانت اليوم معرس. اي لا البشت يلا في الاجواء ذي ولا الفلسكيمو. ابو يزيد نتحدث ببدا معاك من اول ما انتهى الكباتن يوسف خميس وصالح الحمادي عن التغييرات الفنيه في نادي الهلال. انا بسالك تغيير فني ابعاد دول في مثل هذه المرحله الحساسه للفريق، هل تؤثر على اللاعبين في ارضيه الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين والزملاء في الاستوديو. الحقيقه يعني التغيير ما في شك انه جاء في منتصف الموسم في وقت صعب، لكن بالنسبه للهلال يعني تعودنا انه لاعبي فريق الهلال يعني يؤدون دائما اداء الحقيقه يعني منضبط وبعيد عن يعني التاثر مثل هذه الامور. صحيح انه الجهاز التدريبي بالتاكيد له دور كبير، لكن بالنسبه للفارق بين المباراتين اعتقد انه في يومين فقط تدريب او 3 ايام عشان نكون دقيقين، ما كان في يعني ذاك التغيير الكبير، وبالتالي حتى اليوم يمكن شاهدنا التغيير الوحيد اللي حيكون سلمان الفرج محل عبد الله الكابتن عبد الله الزوري. فالفريق هيلعب بنفس الاسلوب نفس التكتيك، ولذلك ان شاء الله الامل والشيء المعول عليه على روح اللاعبين وجماعيتهم، وان شاء الله الفريق يؤدي مباراه كبيره، لانه كاس ولي العهد يعني كاس مهمه بالنسبه لنا، حصلنا عليها موسمين متتاليين وهذا الموسم الثالث، وباذن الله نحن ان شاء الله نسعى او نوفق في المحافظه عليها باذن الله. حتى بانوني يعني يتحدث انه من دون اجانب الهلال يملك لاعبين من الطراز الرفيع، يتحدث عن اللاعبين الصغار. هذا شيء اكيد، تصور ان مباراه الاهلي اكدت هذا الشيء، الاداء اللي شاهدناه والعناصر الموجوده اكدت انه فريق الهلال لا يتاثر باي لاعب مهما كان يعني لاعب كبير، وبالرغم من انه يعني لاعبين مثل يوسف العربي وعادل هرماش لاعبين كبار يضحقوا الاضافه لاي فريق، لكن تعودنا من الهلال انه يلعب دائما بدون اي يعني تاثر. واتصور انه ايضا غياب ماجد المرشدي اليوم يمكن يعني تاكيد على هالشيء، وان شاء الله الفريق لن يتاثر بالغياب. شكرا لك.